السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذه القناة الجديدة MR نيوز بليس اللي غادي نشوفوا فيها ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي المحلي اللي كيبلغ مباراة النصف النهائي بعد الفوز ديالو على المنتخب المستضيف منتخب تنزانيا. المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق سكيتيوي قدم مباراة كبيرة ورائعة جدا، كنا نقدروا نربحوا بجوج ولا ثلاثة وحتى ربعة كاع. المهم أصدقائي ديالي خلاصة القول غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا الملخص ديال المباراة وانتم احكموا واعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي أي واحد شاف الملخص ديالنا يحاول يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس وما تنساوش واحد لايك. يلا على بركه الله. لديه فرصة كبيرة أنه يعاود تكرار إنجاز ما حققه أيوب الكعبي لما توج بلقب الهداف في الشان الذي أقيم بالمغرب في سنة 2018. يا ترى يا طارق السكتيوي كيف سترتب الأمور في هذه المباراة؟ أفكارك هل ستبقى هي أسلوبك هل سيبقى هو أم سنشاهد بعض المتغيرات في الفكر ربما الدفاعي أو الهجومي؟ ولكن معروف على طارق السكتيوي مدرب يحبذ المغامرة لكن بتوازن في بعض الأحيان، لأنه الهدف دائما أن نشاهد كرة جميلة وأهداف كما عودنا طارق في مسيرته مع الأندية وكذلك مع منتخب الأولمبي. الملاحظة الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي مهدي مشخشخ أول حضور رسمي، هذا طبعا كان متوقع بالنسبة لطارق لأنه ليس لديه خيار آخر سوى الاعتماد على مهدي مشخشخ. من سيكون إلى جانبه؟ هل بالعمري أم أنس باش؟ أنا أعتقد أن أنس باش ربما سيكون في المحور، أعتقد بل أؤكد لكم بأن أنس فعلا من خلال الصورة الآن اللي على أرضية رقم 24 ثم نعطوا 3. هذه صعبة لكن فيها متابعة بعد ذلك. اليوم المريوي وصلت لي بولكسوت، يرفع بولكسوت لكن بعيدة إلى ضربة جدا. طبعا نحافظوا على الهدوء على تركيزنا، أهم شيء أنه والانطلاقة من يوسف ميري، يوسف الكروس بعد ذلك بالراس والحكم يقول خطأ. هذا هو الخطأ الثاني عليك يا أسامة يا المليوي. طبعا هداف مغربي في هذه اللحظات، العرضية قوية بعيدة 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 لم تكن موفقة. والانطلاقة والهربة لميري، يمشي ميري الآن، يدخل ميري الآن، يتوغل ميري والذي أقيم بالمغرب في سنة 2018. يا ترى يا طارق السكتي والركنية الأولى نطرق الأبواب ونقترب من الشباك ممكن من خلال هذه الكرة. هنا قد تأتي العرضية، نرد بالنا من العرضيات. هو المهدي الأحرار في الأولى بالتمرير المليوي الآن يخرج من الرقابة يلعب الوان تو، التسديدة بعد ذلك الآن بابا يعطي باس ممتازة، بابا ممتازة الكرة يا بابا والسرعة في التحول الآن والبينية الآن والتسديدة. برافو الأحرار، برافو في أول اختبار، برافو في أول تصدي، برافو في أول امتحان يا الأحرار. ركنية الآن مرفوعة في القائمة الأول الأحرار، برافو برافو الأحرار. أرضية صابر بوكرين، بوكرين أعطى تمريرة ليون المليوي سدد، برافو صابر، صابر لمسة قصيرة ممتازة جدا في يا سلام مع المرور يا بولكسوت. انطلاقة لميري، تأخر شوية ميري، تأخر اضطراريا يلعب في بعض المراكز، هو متعود أن ينوع في ضغط المنتخب المغربي. البينية الآن يخرج المهدي بسهولة وصلت الكرة على الطرف الأيسر، البحث عن ناتو في منطقة الجزاء لكن أنه يعتمد على الكرات الطويلة في اتجاه مزيزي في ظل طبعا خطورة بعض اللاعبين التنزانيين. في أول كرة توصل لمزيزي وسط مدافعين هنا تقريبا والكنترول حاضر والكروس حاضر والعرضية حاضرة. المهدي يتقدم الآن يدخل يتوغل يعطي باس بالعمري 1-2 لكن لم تنجح عن المرور. وصلت للسلوم 1-2 ممكن، هل يلعب العرضية؟ ممكن. مهدي مشخشخ رجعت تنزانيا، التسديد ربيع رجعت في لحظات يضغط فيها المنتخب التنزاني. البينية صعبة، أول مرة نشوفوا فيها خطورة قريبة من مرمى المهدي الأحرار. هذا هو المهدي بعد نهاية البطولة لن يجدوا مشاكل في الدخول على الرجاء لفار جيش وبركان. هذه التسديدة فيها ركنية، الركنية الثانية لفائدة المنتخب المغربي. بوليك يا بابا يرفع كرة في القائمة الثانية بابا لكن حارس المرمى سليمان. الحكم لماذا لم يترك الكرة؟ الحكم في النهاية في صراخ وفي كلام ونقاش مع الحكم الرابع. هنا التصدي الماضي يقطع مسار ديال الكرة، رجعت تنزانيا حذر من التسديد والدفاع عن اسباش خطيرة جدا. المهدي الأحرار أول
اول مره ينجح فيها المنتخب التنزاني في الانفراد بحارس المرمى. تكون حاضره لحسم هذه الموقعه، موقعه ربع نهائي الشان. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعه، القاكم بعد حين ان شاء الله. الفرص لازم تصنع 4 5 فرص، يعني واحدة منها عناوين، وبأي طريقة يا طارق من أجل الآن. ربيع البينية ممتازة، وهذه فرصة جول، هذه فرصة جول. غير معقول، غير معقول كيف ضاعت، لا زالت مغربية. الثانية صعوبة الصابر بوغرين، وبابا يا صابر يرفع كرة بالراس، بالراس الأولى، والتسديدة الثانية. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ التحول إلى دار السلام، إلى العاصمة التنزانية، والوصول إلى برلمان، والعبور إلى الدور النصف النهائي. ميري يرفع العرضية في اتجاه المليوي، لكن ميري عبر، ميري العرضية، يلا يا المليوي، تأخرت يا المليوي. الله على كرة قدم ميري، مستوى كبير في اللقطة الماضية من قد تكون صعبة. الأحرار على مرتين. برافو برافو يا ولد، برافو يا ولد، برافو يا لحا زميله صابر بوغرين. هذه الثنائية شفناها مرارا بين الصابر وميري. الصابر يمشي بينية ممتازة، هذه ممكن، هذه جول 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 جول. هو من غيره، أسامة المليوي في المكان الممتاز، يعطي الأفضلية للنخبة المغربية. برافو، أحلى كرة يقدمها أسود الأطلس، أحلى كرة، والزهير الأول من جانب أسامة المليوي في بناء هجومي مثالي، في لقطة وفي تيكي تاكا وفي هجمة منسقة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. أنها بصورة مثالية أسامة المليوي على طريقة الكعبي وعلى خطى أيوب الكعبي بذكريات الشان 2018. شوف الصورة، الباس رائعة جدا. يلا الثانية ميري، ينسى الميري، ينسى اليمر، يتحصل على الركنية. ركن هنا تلعب الركنية في القائم الأول، لا زالت مغربية. تلعب هذه الركنية من صابر والراسية، من يتابع الكرة الثانية خيري. لا زالت مغربية في لحظة ارتبك فيها دفاع تنزانيا، لذلك يجب أن نستغل التسديدة. يتغير التنزانيين في دار المدافعين. رد البال يا بولكسوت، هذه عرضية، يا سلام يا عبيد. بينما الكرة هنا التنزانية البينية خطيرة جدا، خطيرة جدا. مرت سلامات كيف تركوا المجال بولكسوت في هذه البطولة، يعطونا صورة مثالية. بينما الكرة الراسية، طلبوا للكرة في تمركز، وهذه العرضية تغطية من أنس باش. الآن لا نريد أخطاء يا ميري. هذه البينية، مفيد يغطي، المنادات من مفيد، امشي يا مفيد، ماذا سيفعل؟ 1 ضد 1 مفيد، لا يمرر، توصل لميري، هيا، وتسديدة مرت عالية. الكرات العالية الآن سيعتمد عليها منتخب تنزانيا، يحاول يربح الوقت. هذه تنزانيا الآن عرضية بعد ذلك، وكتلة دفاع تنزانيا. الباس هنا فرصة لتنزانيا، مرت عالية. اصدقاء ديالي، خوتي المغاربه العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. بس مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش خوتي المغاربه العزاز، تحركوا داك اللايك، تبارطاجيو لينا الفيديو الماكسيموم، خصوصا القناه ديالنا مازال جديده MR نيوز بليس. غادي نتسنى التعليقات ديالكم، والاشتراك في القناه مهم جدا باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا ان شاء الله. اخواني الاعزاء، الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش خوتي المغاربه العزاز، تحركوا داك اللايك، تبارطاجيو لينا الماكسيموم الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. بين قوسين، كيف جاكم الاداء ديال كاتبه طريق سكيتيوي والبلوغ ديالو المباراه النصف النهائيه؟ غادي نتسنى التعليقات ديالكم واحد. يلا خوتي المغاربه العزاز، تهلاو لي في راسكم، السلام عليكم.